هو كائن بيوصل ل3 و4 متر بسهوله جدا، زائد ان هو بياكل طيور وقوارض، وممكن يوصل لغزاله صغيره لما يكبر شويه، ممكن كمان يوصل لعجل صغير. كلامنا النهارده عن الاصله البرميه، وما ادراك ما الاصله البرميه. يلا بينا نبتدي ونسمي الله بسم الله. طيب يا جدعان، الاصله البرميه انا معيشها في العلبه ديت لان هي كنت جايبها فأس، ودلوقتي ابتدت ان هي تكبر، والمكان ده بقى ضيق عليها جدا جدا جدا. استنى اخدكم في الكاميرا التانية. طيب يلا يا جدعان نبصوا على الاصله البرميه بتاعتنا. هي عايشه في البيت ده اهو بالمنظر ده. انا كنت جايبها فأس خالص، وكنت فرحان باليوم دوت. حتى انا صورت لقطه كده وانا بجيبها لان انا كنت مبسوط بيها جدا. يعني هي ما شاء الله جميله جدا جدا جدا. طيب احنا دلوقتي هي يعتبر في وضع هجوم شويه، فاحنا بس احنا غيرنا الوضع بتاعها، وهكلمكم عن لغه جسد التعابين فيما بعد ان شاء الله. طيب هي واكله، مش عايز اضغط عليها. بصوا يا جماعه ما شاء الله الشكل بتاعها عامل ازاي. ديت اللون النورمال بتاعها. اكيد هظهر لكم لقطه وهي بتاكل. بصوا يا جماعه انا قبل ما اظهر اللقطه وهي بتاكل، اللي بيخاف وبيقرف وقلبه رهيف يا ريت ما يتفرجش على اللقطه دي خالص. قدم حوالي نص دقيقه كده عشان خاطر تتخطى الحته الوحشه، يعني ان هي بتفترس يعني. طيب يا جدعان قبل ما ناكل بنهبد هبدتين كده خاطر نفهم التعبان ان احنا هنأكله، يعني عشان لما نيجي نمسكه ما يهجمش عليه. اوبا، ايه يا جدعان ده؟ دي من اشرس المرات اللي ياكل فيها التعبان ده حقيقي بجد. تعالوا اوريكم الانسلاخ. هو المفروض ان هو يكون رطب شويه لو هو لسه عامله، بس هو شكله عامل الانسلاخ دوت من امبارح، فهو يعني ناشف شويه. اوبا، وبيغير كل حاجه حرفيا يا جماعه، حتى كمان الجلد بتاع العين بيغيره. انتوا فاهمين الموضوع واصل لمرحله ايه؟ سبحان الله. الكلام ده الانسلاخ ده يعني اهو. ديت المفروض عدسه وديت عدسه. لازم تبص في كل انسلاخ عشان خاطر بيبقى فيه مشكله كده ساعات مع بعض التعابين وهي بتعمل انسلاخ. العدسه ديت ما بتطلعش فبتتراكم، بتعمل مشاكل كبيره للتعبان يعني، فنخلي بالنا. بصوا يا جدعان هي دلوقتي خلاص خلصت. تبتدي بقى عمليه البلع. عمليه البلع غريبه جدا لان انت اصلا بقها بيكبر كتير جدا عشان خاطر يساع الفريسه. هو الفرد ده كان اكبر شويه من حجم المطلوب للاكل، المفروض كان اصغر شويه، بس احنا احب اديها زي وجبه كبيره كده لان كانت هي صايمه في الفتره اللي هي بتاعت قبل الانسلاخ، فانا تعمدت ان انا اديها وجبه كبيره كده عشان خاطر تبقى حاجه مغذيه يعني بعد عمليه الانسلاخ اللي هي عملتها يعني. شفتوا كل ده عشان بقرب المايك لمستها بالغلط. هي المرحله ديت بتكون بالنسبه لها خطر جدا لان السلاح بتاعها اللي هو العض هي بتبلع بيه، فالسلاح بتاعها مشغول، فهي بتكون خايفه جدا جدا في المرحله دي. بصوا بنت العبيطه بتاكل في جسمها، بس هي هي بتزق الفار اعتقد بجسمها مش بتاكل اهي. بصوا يا جماعه، بصوا ما شاء الله ما شاء الله. جدعان قولوا ما شاء الله يا جدعان. بصوا يا جماعه الميكانيزم اللي هي بتموت بيها الفريسه، لان هي زي ما قلت لكم ما عندهاش انياب خالص. هي بتمسك الفريسه وبتبتدي ان هي تلف عليها جسمها بعضلاتها القويه. تبتدي الفريسه كل نفس بتطلعه ما تعرفش تدخل مكانه نفس، فالفريسه بتموت بسبب قله الاكسجين. الفحلوسه اللي هيخش يقول لي حرام عليك ايه اللي انت بتعمله ده، حضرتك مبدئيا كده انت لو دخل عندك فار هتطلعه عين ابوه، تمام. وظيفتها في الطبيعه ربنا خلقها لاسباب كتير، بس منها ان هي بقت آفة للانسان، لان الانسان بينزعج منها جدا، بتبوظ المحاصيل، بتبوظ كل ده، فربنا خليها عشان خاطر المخلوقات دي تاكلها. وحتى في ناس بتاكل فراخ، في ناس بتاكل كتاكيت و الى اخره.
الحاجات ديت كلها هي طبيعتها اصلا. لو الثعبان دوت مثلا شاف كتكوت او شاف حاجه في الطبيعه هينقض عليها ياكلها. فبس ايه، عشان خاطر ما تقوليش انت سادي ومش سادي والهيصه اللي هتحصل في الكومنتات، انا اكيد منوه عن الحاجه ديت في بدايه الفيديو، بس انا ايه حابب اكرر لكم الموضوع. يعني بصوا ما شاء الله هي كده خلاص، هي يعني عندها حساسيه بالنبض بتاع الفريسه بتاعتها، خلاص بتسكت او النبض بيقف خالص، فهي خلاص بتعرف ان الفريسه اللي معاها خلاص ماتت. شايفين يا جدعان ديت يعتبر المعده او المكان اللي بيتم فيه الهضم اهو. شايفين المنظر؟ هو دوت المنظر الفار بس من جواه. فالتاني هيبتدي ان هو يخش وهيوصل برضو للمعده، المكان ده هيوسع شويه. اظن ان انا ايه معيشكم في ناشونال جيوغرافيك. قولوا ما شاء الله. يبقى الاصل البرميه احنا محتاجين ان احنا نخللها البيئه بتاعتها درجه الحراره من 27 لغايه 30 كويس جدا. درجه الحراره دي لو ثبتها على اي درجه من الدرجات ديت تكون كويسه. وعموما لو انت هتقدر تتحكم في درجات الحراره بشكل قياسي جدا، فانت الموضوع ببساطه جدا انت بيكون في عندك منطقتين في الحوض، منطقه ساقعه ومنطقه سخنه. فانت بالمنظر دوت انت بتخلي المنطقه السخنه من 27 لغايه 30 درجه، ديت درجات موصى بها يعني بينصحوا بيها جدا. طيب المنطقه الدافيه يا ريت ان احنا نخليها تقل درجتين لو هنقدر نتحكم في درجات الحراره. لو في الامكانيه يا ريت نقلل درجتين حراره في خلال الليل، او عشان خاطر نكونوا ايه عملنا معاها ايه الواجب وخليناها ايه زيها زي الطبيعه بالظبط. اظن ان المنظور ده عاجبكم. انا عمال اطور في العد اهو. انتوا لو تعرفوا ادهم اهو بعت لي اللينك، والمعده كويسه يعني بصراحه مش وحشه. فتره البلوغ للكائن الجميل دوت، فتره البلوغ بتكون من 2 ل3 سنين على حسب بقى ايه هي ودماغها، وعلى حسب عوامل التغذيه، وعلى حسب جوده التغذيه انت بتغذي ايه. طيب اللي هيسال الاصله ديت بتكون جايه منين؟ بتكون جايه من شرق اسيا. وفي برضو ناس هتسال هل انت ماسكها كده هل هي مش هتاذيك؟ لا هي طبعا مش هتاذي، لان هي ما فيهاش غدد سميه. والاصله البرميه من احسن الاصلات في الخلق، يعني هي ما بتهاجمش الا ايه نادرا يعني، او هي محترمه يعني طباعها محترمه، مش شبه الشبكيه كل لما بتتعامل معاها ممكن تعضك اصلا. طب يا جماعه اللي هيسال وعايز برضو من الاصله يربي الاصله ديت يربيها ازاي، يقدر يتواصل معايا. هسيب لكم لينك الانستجرام في الوصف، وهسيب لكم لينك صفحه الفيس اللي عايز يكلمني من هنا ومن هنا. ويا ريت تخشوا تكلموني على الانستجرام، ويا ريت تشتركوا شويه في الانستجرام. احنا هنا حوالي احنا خلاص بقينا 20,000 في 20,000 واحنا مش عارف 100 وحاجه على الانستجرام، فده حرام جدا يعني. خشوا كده ادعموا الدنيا على الانستجرام. في ناس قالت لي اللينك ما كانش شغال، انا عدلت اللينك خالص، خدت لينك مباشر من الانستجرام. بصوا يا جماعه شكل اللون بتاعها اصلا لوحده يهبل. النورمال في بقى طفرات كتير، في حرفيا الاف الطفرات يا جماعه. طب يا جدعان الثعابين كلها ما عندهاش حاسه السمع اصلا، عشان خاطر هي لسانها معوضها ان هي بتستكشف البيئه بطريقه كيميائيه يعني. عموما يعني هي بتطلع لسانها فبتشم، واعتقد ان هي بتحس درجه الحراره منه كمان، وبتحس بحركه الفريسه بتاعتها كمان اللي ما يعرفش. طب يا جدعان لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، وما تنسوش تشتركوا عشان خاطر 3% بس هم اللي مشتركين في القناه ومتابعين، باقي الناس متابعه القناه بس مش مشتركه. فيا ريت نشترك عشان خاطر اقدر استمر، لان المشاهدات يعتبر قل خالص الفتره ديت. انا كنت مستني فتره الامتحانات تخلص. ما تنساش تحط لايك وما تنساش تشير فيديوهات عشان خاطر اقدر ان انا استمر في صناعه المحتوى. وشكرا جدا على الكلام اللي بتقوله لي في التعليقات، انا الحمد لله ولا كومنت سلبي. ففي النهايه ما تنساش تدعي لكل اخواتنا بالنصر، وتدعي لنفسنا بالرحمه، وما تنساش ان انا اعلمك لغه الطبيعه. ويلا سلام.